السلام عليكم حبايبي طلبة وطالبات تانية ثانوي، يا أهلا بكم. معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة تاريخ تانية ثانوي. طيب، رحلتنا مكونة من 16 درس، 8 ترم أول و8 ترم تاني إن شاء الله. عندنا وحدتين في الترم الأول ووحدتين في الترم التاني. أنا بعتبر إن طالب تانية ثانوي هو التاريخ بالنسبة لك في تانية ثانوي هو البروفة الأخيرة قبل ما تدخل تالتة ثانوي بقى، ويقابلك بقى مادة التاريخ 60 درجة اللي بتأثر في الجامعة اللي انت هتخشها ومستقبلك والكلام ده. علشان كده انا بحترم جدا جدا الناس اللي بتتعامل مع مادة التاريخ في تانية ثانوي انها مادة مهمة، وان انا مش محتاج انجح وخلاص، لان طبعا احنا عارفين ان المجموع بيتاخد من تالتة بس. لا، انا مركز كويس قوي في تانية ثانوي علشان يعني يكون عندي المهارة مش المنهج. يعني احنا دايما دلوقتي على نظام الامتحان الجديد احنا بنتعلم مهارة، بنتعلم ازاي نتعامل مع المنهج، ازاي نتعامل مع اي امتحان، مش ازاي نحفظ منهج وخلاص. احنا بنفهم عشان نحل اي امتحان. طيب، احنا نظامنا ايه؟ بصوا يا شباب المستقبل، انا مستر احمد حسن، وانا اللي هدرس المادة دي على اليوتيوب. هتلاقوا كل اسبوع عندنا فيديو، وفي اسابيع هيكون عندنا في فيديوهين. مش هتقل عليكم، مش كل بقى اسبوع في حصتين والكلام ده. لا لا لا، وهنخلص المنهج باذن الله. مش عايز اقول في ميعاده يعني، وقبل الميعاد المحدد ليه كمان، وهنراجع وهنحل اسئله. هنحل اسئله كل درس، يعني هيكون في محاضره للشرح ومحاضره حل اسئله. لكن كل اللي انا عايزه منكم انكم هتنتظروني كل يوم يوم الاربعاء الساعه 7 مساء. كل يوم الساعه 7 مساء هتلاقوني كده منزل لكم فيديو شارب، يعني في نفس التوقيت باذن الله. في بقى شرح، في حل اسئله. لو في محاضره زياده ممكن تنزل بقى يوم جمعه يوم سبت على حسب. لكن كل اللي انا بطلبه منكم انكم تعملوا اشتراك في القناه وتكونوا موجودين ومتابعين، وتفعلوا النوتيفيكيشن عشان لما تنزل حصه تكونوا معايا باستمرار باذن الله تعالى. طيب، خلينا نبدا رحلتنا كده ونبص بقى نشوف ايه اللي هيحصل عندنا كده. اولا، ايه المصدر اللي انا بشتغل منه؟ المصدر اللي انا بشتغل منه هو كتاب الامتحان. ليه يا مستر كتاب الامتحان؟ والله انا بشتغل من كتاب الامتحان لان تقريبا دي الحاجة اللي هنلاقيها مع معظم الطلاب والطالبات اللي هيحضروا المادة. فما حبيتش بقى اضايقك بملزمة بتاعتي او كتاب الاسئلة بتاعي وحمل واعمل. لا لا، هو المصدر اللي موجود معاك. حتى لو الناس معهاش طبعة كتاب الامتحان بتاع السنة دي مفيش مشكلة. كتاب الامتحان بتاع السنة اللي فاتت او اللي قبلها كمان يفي بالغرض. ما تعقدش الدنيا وما تخليش حاجة تقف قدامك. كمل على طول، كله شبه بعضه وكل حاجة تنفع بإذن الله تعالى. طيب، عندنا 8 دروس زي ما قلت كده. الدرس الأول أو عندي وحدتين. الوحدة الأولى الحضارة العربية وظهور الإسلام، والوحدة التانية بقى لما الإسلام بقى انتشر وكبر، والفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام. طيب، إيه هم الأربع دروس في الأول؟ الدرس الأول اللي إن شاء الله هنخلصه النهاردة هو حضارات شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام. قبيل ظهور الإسلام معناها قبله، مش بفترة كبيرة، قبله مباشرة يعني. الدرس الثاني ظهور الإسلام، بقى هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام، وهنختم الدرس بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاح الهجرة. بعد كده الدرس الثالث هنتكلم عن دعائم وأسس بناء الدولة الإسلامية، وكيف أرسى محمد صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية. الدرس الرابع والأخير في الوحدة الأولى هنتكلم عن الأخطار والمشاكل اللي قابلت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا بإذن الله على حل المشاكل دي. طبعا عندي هنا بنك أسئلة على كل وحدة، أنا بحل بنك الأسئلة ده كامل معاكم، زائد إن إحنا بنحل كمان كل الأسئلة ورا كل درس. فإن شاء الله أنت مش هتحتاج أو مش هتحتاجي أي حاجة غير إنك تتابع القناة وتتقي الله في نفسك كده أو في نفسك، وتذاكر وتحل معايا، مش اكتر من كده.
طيب رقم 2 الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام. الوحدة الثانية. الدرس الأول الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شكلها كان عامل إزاي وحركات الردة والمشكلات اللي قابلت المسلمين. الدرس الثاني الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف كان شكل الفتوحات. الدرس الثالث الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية، وهل استمرت بعد فترة أو بعد عصر الخلفاء الراشدين ولا لا. والدرس الرابع بقى العصر الذهبي في عصر الدولة العباسية واستمرار الفتوحات. وبعد كده عندي بنك أسئلة على الوحدة الثانية. تلاقي بقى الكتاب بيقولك في امتحانات شهرية، في أسئلة استرشادية من كتاب المدرسة، في اختبارات كتاب الامتحان، في امتحانات بعض إدارات المحافظات. كل اللي أنا عايز أقوله إن أنا إن شاء الله همسك كتاب الامتحان أفرمه من الجلدة للجلدة، فيعني تابعوا بس كده ومش محتاجين أكتر من كده بإذن الله تعالى. طيب خلينا نبدأ كده بالدرس الأول، وهو حضارات شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام. في حاجة مهمة جدا احنا بنغفلها دايما، حتى كمدرسين بنغفلها، الحتة بتاعت المقدمة اللي هي احنا بنقول عليها مقدمة يعني، لكن مع النظام الجديد بتاع الامتحان ما بقتش مقدمة. الحتة اللي بتبقى في أول كل درس اللي هي في هذا الدرس سندرس أو ينبغي أن يتعلم الطالب إيه. الحاجات دي يا جماعة هي دي نواتج التعلم، يعني هي دي الحاجات اللي المفروض هو هيسأل فيها، هيسأل في ضوء الحاجات اللي المفروض حضرتك أو حضرتك فهمتوها ده. طيب ممالك ومدن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. هتدرس ممالك ومدن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، تعرف تحدد المناطق اللي شكلت مناخ حضاري اللي هي الممالك اللي هندرسها النهاردة. تعرف تفسر إيه أسباب شهرة مكة عند العرب، وتفسير أسباب نشأة بعض الممالك التي قامت في الشام والعراق قبل الإسلام زي الغساسنة والحيرة اللي احنا هناخدهم النهاردة. وتعرف كمان شكل الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، شكل الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، وهكذا. إن خرجت من الدرس عارف المعلومات دي فخلاص انت ما عندكش مشكلة، وهتقدر ان شاء الله تحل اي سؤال هيجيلك على الدرس ده. خلينا نبدأ بسم الله كده بالخريطة ونشوف الخريطة اللي قدامنا دي بتقول ايه. اولا الخريطة اللي قدامنا دي موضحة شوية ممالك 10/10. 10/10. ايه ممالك 10/10؟ تعال اقول. اولا انا عندي ممالك في جنوب شبه الجزيرة العربية تحت في الجنوب، وعندي ممالك في شمال شبه الجزيرة العربية فوق في الشمال. يعني انا بقول الاتجاهات لان انا عارف ان في ناس بيبقى عندها حول شوية فالاتجاهات لسه بايظة كأننا في رابعة ابتدائي. وعندي مدن مش ممالك بقى في غرب شبه الجزيرة العربية. طيب خليني في الممالك اللي في الجنوب الاول. كل دايرة هحطها هتبقى مملكة. مملكة معين، مملكة سبأ، مملكة حمير. دول الثلاث ممالك اللي في الجنوب عاملين مثلث. نحفظ اساميهم ازاي؟ معين، سبأ، حمير، على حروف كلمة مسح. من الاول كده مثلث معين سبأ حمير. معين رأس المثلث، وسبأ وحمير على كلمة مسح. معين سبأ حمير. حلو. هنطلع فوق في الشمال خالص بقى، هنلاقي فيه ممالك كتير، لكن انا مش عايز منهم حاجة غير 2 بس. عايز الحيرة اللي موجودة في بلاد العراق، ودولة الغساسنة اللي موجودة في بلاد الشام. حلو الكلام. يبقى انا كده اتعلمت ان انا عندي 3 ممالك في الجنوب، معين وسبأ وحمير، وعندي فوق الحيرة والغساسنة. المدن بقى طبعا هنعرف الفرق بين المملكة والمدينة دلوقتي، بس الصبر يعني. في غرب شبه الجزيرة العربية هلاقي مدينتين هما الأشهر على الإطلاق. في طبعا مدن تانية مشهورة بس دول أكتر 2 مشهورين، ودول الاتنين اللي عندنا في المنهج هما مدينة يثرب ومدينة مكة. هما دول اللي علينا. يبقى أنا كده عرفت من كام دايرة مستر أحمد حاططها 7 دوائر. يبقى أنا عندي 7 ممالك ومدن المفروض أدرسهم وأخرج من الدرس فاهمهم كويس جدا. في الشمال الحيرة تابعة لبلاد العراق ثم الفرس، والغساسنة تابعة لبلاد الشام ثم الروم. وفي الجنوب معين سبأ حمير مسح. وفي الغرب مجموعة مدن منها يثرب ومكة. طيب تعالوا نشوف كده الكتاب بادئ معايا بيقول ايه. بيقول لي تعد شبه الجزيرة العربية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الإسلام، حيث شهدت استقرارا بشريا منذ آلاف السنين، فقد استوطنها العرب وهم أمة. أيوة من أول أمة هنركز بقى. العرب أمة سامية الأصل، ولاد سام ابن نوح. سيدنا نوح عليه السلام كان ليه أبناء كثر يعني، لكن التاريخ قال لنا منهم 3. عندنا سام، وعندنا حام، وعندنا يافث. احنا العرب أبناء العم
سام. يعني هو ابناء العم سام ده بيقولوها على بتوع امريكا شويه وعلى اليهود شويه، بس ما علينا. يعني احنا امه ساميه الاصل، ابناء او من نسل سام ابن نوح. وانشأوا على ارضها ممالك ومدن وقامت بها حضارات متعدده اعتمدت على استثمار الموارد والتواصل مع الحضارات الاخرى. مش عايز اي حاجه من الرغي ده كله الا حاجه واحده بس، ان احنا امه ساميه الاصل نسبه الى سام ابن نوح عليه السلام. حلو الكلام. طبعا فيما يلي نتعرف على ملامح تاريخيه عن بعض الممالك، وجايب لك الممالك اللي انا قلتها لك على الخريطه. دايما لما ندرس حاجه فيها جغرافيا، انا مدرس تاريخ بس انا احب دايما لما ادرس حاجه اعرف مكانها فين. احنا يا جماعه كائنات بصريه، الانسان كائن بصري، دايما بيفتكر الحاجه اللي بيشوفها اكتر من الحاجه اللي بيسمعها. عشان كده لما حبيت اوريكم الممالك ما نزلتش قريت تحت، بعد كده طلعت عملت على الخريطه وريتكم الاماكن. لما نشوف الاماكن على الخريطه دي هتفرق كتير جدا جدا. طيب اتمنى اللي بيحضر المحاضره دلوقتي يكون معاه القلم بتاعه ومعاه الكتاب بتاعه بيعلم على الحاجات اللي انا بقولها، زي مثلا الملحوظه بتاعت كلمه مسح دي، ليه ما نكتبهاش عشان نفتكر ان هي معين سبق حمير لو اتلخبطنا مكان كل واحده فين. يعني وعلى فكره هم ترتيبهم كده بنفس يعني ترتيبهم من الاقدم للاحدث بنفس كلمه مسح برضو، فده هيفيدنا لو جالنا اي سؤال. طيب خلينا نشوف كده ونشوف الممالك بتاعت جنوب شبه الجزيره العربيه في اليمن. أول معلومة قالها لي إن الممالك دي سقطت قبل ظهور الإسلام. يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته الممالك دي سقطت خلاص. هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتولد أساسا. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد 570 وفي رواية أخرى 571 ميلاديا، وآخر مملكة عندي اللي هي مملكة حمير 525 ميلاديا، يعني قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ب 45 سنة تقريبا. طيب خلينا نبدأ بمملكة معين اللي هي رأس المثلث فوق. قال لي مملكة معين من 1300 قبل الميلاد ل 630 قبل الميلاد. أول سؤال أنا هتسأله دلوقتي، مستر التواريخ حفظ؟ أنا عارف. بصوا التواريخ مش حفظ، بس أنا على الأقل يعني هو مش هيجي يسألني في تاريخ، مش هيجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. قامت مملكة معين بين عامين نقط ونقط ويفضل يجيب لي بقى إيه اختيارات، لأ. بس انا لازم ابقى عارف على الاقل مين الاقدم ومين الاحدث، مين اكتر مملكه قعدت فتره اطول. الحاجات دي كلها محتاج اعرفها. طيب مملكه معين، قال لي طبعا مملكه معين قعدت تقريبا حوالي 700 سنه، من 1300 قبل الميلاد ل 630 قبل الميلاد، يعني تقريبا 700 عام. طيب موقعها منطقة الجوف باليمن أو منطقة الجوف باليمن، وعاصمتها مدينة اسمها مدينة قرناو. يبقى هي الموقع بتاعها في اليمن، في الجوف في اليمن، والعاصمة بتاعتها قرناو. دي المملكة الأولى وما عنديش أي حاجة تانية عندها. طيب مملكة سبأ قعدت من 800 قبل الميلاد لحد 115 قبل الميلاد، يعني احنا بنتكلم في تقريبا حوالي 700 لا حوالي 600. ايه ده انا ليه مش عارف احسب؟ حوالي 685 سنة، حوالي 685 عام، يعني هي تقريبا نفس اللي فوق. طيب مملكة سبأ موجودة فين يا مستر؟ قالك مملكة سبأ موجودة في جنوب غرب اليمن، يعني برضو في اليمن. خلي بالكوا الثلاث ممالك في اليمن، فانا لو قلت اي مملكة من دول في اليمن صح. العاصمة بتاعتها سد اسمه سد مأرب، محدش يقول لي سد مأرب، هو اسمه سد مأرب. طيب من اشهر ملوكها الملكة بلقيس، قصتها طبعا مشهورة جدا مع سيدنا سليمان في سورة النمل زي ما الكتاب قايل كده. واشتهرت بوجود سد مأرب، والذي كان انهياره سببا في هجرة العديد من القبائل إلى أجزاء متفرقة في شبه الجزيرة العربية، وهنا سأسكت قليلا. ليه بقى؟ أولا هو بيقول لي سد مأرب كان سبب في هجرة العديد من القبائل إلى أجزاء متفرقة، فممكن يجيب لي سؤال يقول لي سد مأرب سبب في تغير التشكيل الديموغرافي. يعني ايه الديموغرافي؟ الديموغرافيا هي علم خصائص السكان. فتغيير ديموغرافي يعني بقى في اماكن فيها ناس اكتر من اماكن زحمه. الهجره اللي حصلت سد مأرب ده سد كان بيحجز الميه وبيخلي الزراعه تمام والدنيا تمام. لما تهد سد مأرب في اليمن وبالتحديد في مملكه سبأ، اللي حصل كل الناس بداوا يهربوا. اللي راح بقى قاعد في مكه، واللي راح قاعد في يثرب، واللي راح فوق مملكه الحيره، واللي راح مملكه الغساسنه. فهي غيرت التشكيل السكاني او التركيب السكاني بتاع منطقه شبه الجزيره العربيه. بسبب ايه؟ بسبب انهيار سد مأرب. ده حصل فين؟ في مملكة سبأ.
طيب نشوف بقى مملكة حمير 115 قبل الميلاد لحد 525، ودي أقل فترة زمنية قعدتها. ده سؤال اهو برضو. موقعها بين مملكة سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، يعني برضو في اليمن. هي ما بين سبأ وما بين البحر الأحمر. العاصمة بتاعتها مدينة ريدان بين قوسين ظفار، ممكن نقول ظفار بس، ممكن نقول ريدان بس، وهكذا. شكرا جزيلا. عندك سؤال اقول اللي احنا لسه قايلينه، بيقول لي مثلت اكثر الممالك العربيه اسهاما في تغيير التركيب الديموغرافي لشمال شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. مملكه ايه؟ قلنا مملكه سبأ بسبب انهيار سد مأرب. واحنا عرفنا اجابه السؤال ليه؟ لان احنا عرفنا يعني ايه ديموغرافي، او عرفنا يعني ايه ديموغرافي او ديموغرافيا اللي هي علم خصائص السكان. ده بالنسبه للمدن او للممالك، انا اسف مش المدن، هي الممالك اللي موجوده في جنوب شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في اليمن. إذن أيها السيدات والسادة، خدنا دلوقتي 3 ممالك، الأولى مملكة معين، والتانية مملكة سبأ، والتالتة مملكة حمير. واللي أنا بقولته ده بالترتيب: مملكة معين في منطقة الجوف باليمن والعاصمة بتاعتها قرناو. مملكة سبأ في جنوب غرب اليمن والعاصمة بتاعتها مأرب، وأدى انهيار سد مأرب لهجرة الكثير من العرب، ومن أشهر ملكاتها الملكة بلقيس صاحبة القصة الكبيرة بتاعت الهدهد وسيدنا سليمان والكلام ده. واخر حاجة خالص مملكة حمير اللي ما بين مملكة سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الاحمر، والعاصمة بتاعتها ريدان او ظفار. طيب ده بالنسبة للممالك اللي تحت. يعني يا مستر احنا كده خلصنا انهي ممالك على الخريطة؟ خلصنا الممالك دي، معين وسبأ وحمير. طيب تعالوا بقى نروح مع بعض كده على الممالك اللي موجودة او المدن بقى اللي موجودة غرب شبه الجزيرة العربية. طيب احنا كده واخدينها من تحت لفوق. ايه المدن بقى اللي موجوده؟ ما الفرق بين المملكه والمدينه؟ ايهما اكبر، المملكه اكبر ولا المدينه؟ طبعا بلا شك المدينه اكبر. انا اسف، بلا شك المملكه اكبر. يعني المملكه عامله زي، يعني هديكم مثال بسيط كده ان شاء الله تفهموه. يعني انتوا اكيد كبرتوا بقى وبتفهموا دلوقتي، يعني بعد الشر يعني بتفهموا ازاي. المهم المملكة عاملة زي جمهورية مصر العربية كده، والمدينة عاملة زي محافظة القاهرة. أكيد الأكبر الجمهورية، فالمملكة أكبر، أعرق، الحضارة فيها أكبر، نظام الحكم فيها ثابت أكتر، حضارية أكتر. هنعرف بقى كل الكلام ده. طيب مدن غرب شبه الجزيرة العربية بالحجاز. إيه بقى المدن اللي علينا؟ مكة ويثرب. تعال نشوف مكة كده. أولا أنا عايز أول حاجة، مكة مشهورة ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكعبة. مستر بس يعني انت بتقول لي ممالك قبل ظهور الاسلام، تقول لي كعبة ازاي؟ الممالك دي مشهورة قبل ظهور الاسلام، والكعبة مشهورة قبل ظهور الاسلام، لان الكعبة كانت مزار ديني عند حتى عبدة الاصنام. كان في اصنام اصلا حوالين الكعبة قبل ظهور الاسلام، وكانوا بيلفوا حواليها كده. الكعبة مقدسة من زمان عند العرب، وكل الاديان بتروح تزورها يعني. اذا هي دينية بسبب وجود الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، وده سبب شهرة مكة. طب ايه الاسباب اللي شهرت مكة اقتصاديا؟ دي حاجة مهمة قوي. اولا الموقع بتاعها. يا مستر الموقع الجغرافي مصر بقى؟ لا انا بتكلم على مكة. الموقع بتاعها ماله؟ تعالوا كده نشوف. نطلع كده على الخريطة. خليني امسح الكلام اللي انا عامله ده. ايه ده؟ وانا كده مش بمسح صح؟ اهو المسح اهو. ممكن اعمل ايه بقى؟ ماشي اعمل كده اهو. السلام. ماشي مسحنا خلاص. طيب خليني بقى كده امسك كده الحته بتاعت مكه دي. اولا مكه اهي. مكه موجوده فين؟ هو اللي طالع من سبأ او من معين او من حمر رايح ناحيه بلاد الشام او ناحيه بلاد العراق، هيعدي على ايه؟ هيعدي على مكه. واللي نازل من الغساسنه ومملكه الحيره اللي تحت هيعدي على مين؟ هيعدي على مكه. اذا لما يقول لي موقع مكه ماله؟ موقع مكة هو موقع متميز جدا على طريق القوافل التجارية بين الشام واليمن، بين الشام فوق واليمن في الجنوب. حلو قوي الكلام ده. اذا رقم 1 موقعها حلو ليه؟ قال لي موقعها الجغرافي المتميز على طريق القوافل بين الشام واليمن. ادي 1. 2 تنظيمها لرحلات تجارية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هم عندهم رحلتين تجاريتين، هما رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فده برضو شهرهم. إذن الرحلات التجارية.
تالت حاجة شهرة الأسواق التجارية بتاعتها، هي جواها أسواق مشهورة جدا. العتبة عندنا كده، أو يعني منطقة الغورية والأماكن اللي فيها حاجات جملة كده عندنا. بدي مثال طبعا يعني زي إيه؟ زي سوق ذي المجاز ومجنة. طبعا هي اسمها مجنة وفي ناس بتقول مجنة، ما علينا. يعني المسميات ما بيكونش ليها قواعد نحوية أو ضبط بالتشكيل بالظبط يعني، لأن كل منطقة أو كل مكان بيقول بنطقه أو بيقول بطريقة هجائه يعني. المهم إن احنا نعرف حروفها إيه ونعرف نكتبها أو نعرف نختارها وقت ما يجي الامتحان. طيب، أشهر القبائل بتاعتها هي قبيلة قريش طبعا، حدث ولا حرج. قريش واللي فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حاجات سيئة يعني. المهم اللي انا عايز اقوله في الاول وفي الاخر هو ليه مكة مشهورة؟ عشان 4 حاجات. رقم 1 عشان فيها الكعبة، رقم 2 موقعها الجغرافي، رقم 3 رحلاتها التجارية، رقم 4 الشهر او الاسواق. انتوا شايفيني الاسواق بتاعتها مشهورة جدا، زي سوق ذي المجاز ومجنة. حلو الكلام. اشهر القبائل طبعا قريش. تعالوا نروح على يثرب بقى. لا، يثرب ما فيهاش كلام كتير. يثرب بتختلف عن مكة. مكة يعني مش مستقرين قوي، هي نظام قبلي بحت. يثرب برضو نظام قبلي، هنعرف يعني نظام قبلي، لكن مش مستقرين زي يثرب. ليه يثرب مستقرة؟ بصوا اول كلمة ايه؟ عشان هي واحة زراعية. ادي واحد، هي واحة زراعية فيها ابار وعيون كتير وفيها واحة زراعية. اذا الاهمية الاقتصادية بتاعت يثرب بتنحصر في ان ليها اهمية زراعية او ليها اهمية اقتصادية عشان هي عندها زراعة. السؤال هنا ليه يا مستر ربطت الزراعة بالاستقرار؟ طبعا الزراعة يا جماعة احنا مش بنرمي البذرة في الارض ونجري. احنا الزراعة محتاجة رعاية، ومحتاج كأنك طفل صغير بتربيه يعني بس بيكبر بسرعة يعني 4-5 شهور كده وخلاص. فالمهم يعني ببساطة ان هي واحة زراعية واكيد اهلها مستقرين اكتر. وخلي بالكوا اللي انا بقوله ده عمال اضرب كلام من تحت لتحت، كل دي افكار اسئلة انا شفتها قبل كده عشان ما نيجي نحل يعني. طيب، هي مدينة تجارية. بص بس بقى، لأنها تقع على طريق القوافل التجارية بين اليمن ومكة والشام. إذا الموقع هي كده بتشترك مع مكة في إن الاتنين موقعهم كويس. طيب، سكنتها قبائل عربية أشهرها قبيلتي الأوس والخزرج اللتين هاجرتا إليها بعد انهيار سد مأرب. يا عيني، سد مأرب اللي غير في الديموغرافيا بتاعت منطقة الوطن العربي. بص الكتاب عمال يديك هنتات كده جامده جدا. اذا يثرب مهمه ليه؟ عشان ليها اهميه اقتصاديه، هي عباره عن واحه زراعيه، موقعها الجغرافي ممتاز علشان هي على طريق القوافل ما بين مكه واليمن زي ما وريتكم على الخريطه كده، وبلاد الشام فوق. واخر حاجه في قبائل مشهوره جدا سكنتها زي قبيلتا الاوس والخزرج اللي اضطروا ان هم يهاجروا بعد انهيار سد مأرب اللي كان فين؟ اللي كان في سبأ اللي هو الملكه بتاعته بلقيس. حلو. سؤال بيقول تشابهت مكة المكرمة ويثرب قبل الإسلام في أهمية الموقع الجغرافي، المكانة الدينية المتميزة، ولا قيام النشاط الزراعي، ولا استقرار قبائل غير عربية؟ طبعا أهمية الموقع الجغرافي هي الإجابة الصح. المكانة الدينية المتميزة، مكة هي اللي كان لها مكانة دينية متميزة. قيام النشاط الزراعي، يثرب هي اللي كان فيها نشاط زراعي. استقرار قبائل غير عربية، ما قاليش ان في قبائل غير عربية موجودة في مكة او في يثرب. يبقى كده احنا خلصنا 5 حاجات: 3 ممالك ومدينتين. ال3 ممالك هما معين وسبأ وحمير. مسح معين عاصمة قرناء، وسبأ عاصمة مأرب، انا براجع معاكم، وحمير عاصمة ريدان او ظفار. بعد كده اتكلمت عن مكة وقلت انها مشهورة عشان 4 حاجات: رقم 1 وجود الكعبة المشرفة بيها، رقم 2 موقعها الجغرافي المتميز، رقم 3 ان هي بتعمل عندها اسواق تجارية مشهورة زي المجاز ومجنة، واخيرا عندها اسواق تجارية مشهورة جدا. ايوه، ما انا قلت دي خلاص. عندها رحلتي الشتاء والصيف. بينما يثرب مشهورة جدا عشان هي عبارة عن واحة زراعية عندها ابر وعيون كتير، وبرضه هي موقعها الجغرافي ممتاز زيها زي مكة على طريق القوافل، واخيرا فيها قبائل مشهورة زي قبيلتي الاوس والخزرج. تعالوا بقى ندخل بعد كده على الممالك اللي في شمال شبه الجزيرة العربية اللي فوق بقى. طيب، هو كاتب لي ان انت عندك مملكة تدمر ومملكة الانباط ومملكة الغساسنة ومملكة الحيرة. طبعا احنا مش عايزين غير الغساسنة والحيرة هم اللي علينا دول. طيب، خلينا نقرا بس السطر ده عشان السطر ده مهم. قال لك قامت على اطراف الصحراء العربية الشمالية عدة ممالك فوق خالص في اخر شبه الجزيرة العربية فوق، كانت حدا فاصلا بين بلاد العرب وبين دولتي الفرس والروم. حد فاصل
ما بين دولتي الفرس والروم والعرب. مستر معلش يعني ما ترجم الكلام ده على الخريطه، احب قوي انا لما يفضل يوصف لي حاجه على الخريطه ان انا اقوم جاي ايه مطلعها له كده. طيب نمسح بقى، انا بحب الاستيكه قوي، نمسح بقى الكلام ده كده ونشوف فين الكلام اللي احنا بنقوله ده. اولا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هي في نهايه الصحراء بتاعت شبه الجزيره العربيه وحد فاصل ما بين دولة الفرس ودولة الروم. طيب لو انا بصيت كده هلاقي دولة الغساسنة اللي هي دي، خلينا نغير لون القلم، دولة الغساسنة اللي هي دي، بعدها على طول دولة الروم. بص بحر الروم بقى وتخش على الروم بقى والدولة البيزنطية والكلام ده، فهي الفاصل ما بين العرب وما بين دولة الروم. طب لو رحت عند الحيرة، بصوا يا جماعة الحيرة في بلاد العراق، عدي لي الناحية التانية كده هتلاقي دولة الايه؟ دولة الفرس. فالفواصل فعلا بتاعت ما بين شبه الجزيرة العربية وما بين دولتي الفرس والروم هي الغساسنة والحيرة. طيب كده احنا شفناها على الخريطة، تعالوا بقى نرجع تاني ونشوف الممالك دي عبارة عن ايه. اولا مملكة الغساسنة 220 الى 638 ميلاديا، يعني حوالي 400 سنة او اقل قليلا. اصلها بقى تعال نشوف الاصل بتاعها عشان نعرف المشكلة الكبيرة اللي عملها سد مأرب. نشأتها ترجع إلى قبائل اسمها قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. يعني الأوس والخزرج مع قبائل الأزد من أصل واحد. دي أفكار أسئلة. واستقرت في بادية الشام، بادية يعني صحراء. طيب العاصمة بتاعتها إيه مملكة الغساسنة دي؟ تعددت عواصمها وكان آخرها مدينة الجابية في الجولان، هضبة الجولان اللي احنا كلنا عارفينها يعني في سوريا. اذا تعددت العواصم بتاعتها، عند عواصم كتير بس انا عايز الجابيه بس. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك مع القرن السادس الميلادي ضعف حكام مملكه الغساسنه، وكان اخر ملوكها واحد اسمه جبلة بن الايهم او جبلة بن الايهم. ده عمل ايه بقى؟ ده ساند الروم في حربهم ضد المسلمين في معركه اليرموك. عربي ساند الروم اللي مش عرب، ساند الروم اللي مش عرب ضد المسلمين اللي هم عرب، لمجرد اختلافه معاهم في الدين. يعني حاجة عار على واحد عربي يعني من قبائل اصلا هاجرت من اليمن. ولكن هو اتهزم، خد على عينه هو والروم في معركة اليرموك سنة 13 هجريا. عشان كده بيقول لي اخر ملوكها جبلة بن الايهم الذي ساند الروم في مواجهة المسلمين في معركة اليرموك سنة كام؟ 13 هجريا، والتي انتهت بانتصار المسلمين، وبعدها أصبحت مملكة الغساسنة كلها جزء من الدولة الإسلامية إلى الآن طبعا، وبلاد الشام وسوريا ولبنان وفلسطين مملكة كلها. حلو. إذا مملكة الغساسنة تبع مين؟ تبع الروم، صح؟ طب لو أنا قلت مملكة الحيرة تبع الفرس، أخبار العلاقة ما بين الفرس والروم إيه؟ أهلي وزمالك، أعداء. طبعا أنا بهزر يعني، مفيش عداوة في الرياضة، أو في نص ونص يعني. المهم الفرس والروم كان في بينهم خناقات، وده ذكر في القرآن الكريم في سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يعني الروم مشهورين هم والفرس بخناقاتهم مع بعض. فلو مملكة الحيرة تابعة للفرس، يبقى لو جاب لي سؤال قال ان في صدام ما بين دولتين بشكل غير مباشر هما الغساسنة والحيرة، لان واحدة تابعة للفرس فبتحارب مع الفرس، وواحدة تابعة للروم فبتحارب مع الروم، وهكذا. تعالوا نشوف نشأتها. طبعا دي من 268 إلى 633 ميلاديا. نشأتها أو أصلها قال لي نشأت في القرن الثالث الميلادي نتيجة هجرة القبائل اليمنية إليها. إذن قبائل الغساسنة، أهل يثرب، الحيرة، الثلاثة من أصل واحد وهم اليمن. العاصمة بتاعتها الحيرة، تقع جنوب الكوفة حاليا. هايل. الحيرة عاصمتها الحيرة، ماشي. غرب نهر الفرات. أشهر ملوكها واحد اسمه النعمان ابن المنذر. بصوا الحتة اللي جاية دي. كانت مملكة الحيرة تابعة للدولة الساسانية الفارسية تبع الفرس، وكانت تساندها في الحروب ضد الروم. زي ما احنا قلنا، يبقى الحيرة بتتخانق مع الغساسنة لأن واحدة تابعة للفرس وواحدة تابعة للروم، وحلفائهم الغساسنة حتى فتحها المسلمون وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية. يعني في النهاية برضو فتحت على إيد المسلمين. إذن أنا خدت السبع ممالك، 5 ممالك ومدينتين. خدت معين سبأ حمير في جنوب شبه الجزيرة العربية، وخدت مدن مكة ويثرب في غرب شبه الجزيرة العربية،
وخدت في الشمال مملكة الغساسنة ومملكة الحيرة اللي من أصل واحد، واحدة تبع الفرس وواحدة تبع الروم. جبل بن الأيهم أشهر ملوك مملكة الغساسنة، ومملكة الحيرة النعمان ابن المنذر. حلو، خلاص أنا كده عرفت الممالك وعرفت إن كان في حضارات في شبه الجزيرة العربية. بقالي 5 نقاط أتكلم فيهم، وهم الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة الفكرية والعلمية والحياة الاجتماعية في شبه الجزيرة العربية. خلي بالكم لأن هو هنا في الدرس بيديني مقتطفات عن الحاجات دي، يعني ما تقلقوش الموضوع مش ضاغط قوي. طيب، فيما يلي سنتعرف كل منها بشيء من التفصيل. أول حاجة الحياة السياسية. بصوا يا جماعة، النظام السياسي، نظام الحكم يعني اللي كان في منطقة شبه الجزيرة العربية كان حاجة من اتنين، يا إما نظام قبلي يا إما نظام شبه ملكي مش ملكي. النظام الملكي في الدول الكبيرة قوي زي الفرس والروم، نظام شبه الملكي في الدول اللي جنبها، حاجة كده يعني سيمي اوريجينال زي ما بنقول. انقسم النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية إلى قسمين. النظام القبلي هو النظام الغالب، يعني معظم شبه الجزيرة العربية نظام قبلي. نظام شبه الملكي قام في الشمال وفي الجنوب، الممالك اللي فوق خالص غساسنة وحيرة، وممالك اللي في الجنوب اللي هي معين، سبأ، حمير. هنبدأ أول حاجة بالنظام القبلي. ماله بقى؟ النظام القبلي الوحدة الأساسية بتاعته هي القبيلة، ده عنصر الحكم، دي وحدة النظام السياسي. طيب الوحدة دي الدستور بتاعها ايه؟ يعني احنا كل دولة ليها دستور، ليها مجموعة قوانين بتمشي عليها. الدستور بتاع القبيلة هل في دستور مكتوب زي الدول الحديثة دلوقتي كده وحاجة ثابتة هما ماشيين عليها؟ الإجابة لأ طبعا، هما بيخضعوا لدستور العرف والتقاليد، العيب واللي صح واللي ما يصحش، حاجة كده عادات وتقاليد. طيب الرابط ما بين القبيلة ايه؟ يعني القبيلة الواحدة دي بتبقى قبيلة ايه اللي خلاهم قبيلة؟ يعني جه واحد من هنا وواحد من هنا وقالوا يلا نتلم ونعمل قبيلة؟ الإجابة لا، يربطهم رباط الدم والنسب. يعني هما يا إما قرايب ولاد عم كده ولاد خال، يا إما نسب متجوزين من بعض، هو متجوز واحدة من القبيلة دي ودي متجوزة واحد من القبيلة ده، فهم كلهم قبيلة واحدة ببعض. ويلتزم الفرد بتأييد مصالحها والعمل من أجلها. هايل، يبقى بيربطهم مع بعض العادات والتقاليد، وعفوا الدستور بتاعهم العادات والتقاليد، وبيربطهم رباط الدم والنسب. طيب عناصر القبيلة ايه؟ يعني القبيلة مين عناصر نظام الحكم في القبيلة، عناصر النظام القبلي ايه؟ أول حاجة شيخ القبيلة، وده البيج بوس، ده بتاع كل حاجة بقى. ماله؟ كتاب الامتحان عامل حركة حلوة قوي يعني هنشوفها دلوقتي. يتولى إدارة القبيلة حيث يقود المعارك، يستقبل الوفود، يعقد المعاهدات، وده نوع من انواع السلطة التنفيذية. احنا خدنا قبل كده او يعني ما خدناش، خليني افكركم كده ان انا عندي 3 انواع من السلطات. عندي اول حاجة سلطة اسمها سلطة تشريعية، ودي السلطة العليا، دي اعلى حاجة. وعندي سلطة اسمها سلطة تنفيذية، وعندي سلطة اسمها سلطة قضائية. ماليش دعوة بالسلطة القضائية لان هي سلطة مستقلة، فدي اوت بره. باقي لي تشريعيه وتنفيذيه. التشريعيه اللي بيقوم بيها دلوقتي حاليا مجلس النواب، ودول اللي بيشرعوا القانون، بيحطوا القانون. والتنفيذيه هو رئيس الحكومه اللي هو رئيس الوزراء يعني، وطبعا فوق رئيس الحكومه رئيس الجمهوريه، دي سلطه تنفيذيه. اذا التشريعيه سلطه لوحدها والتنفيذيه سلطه لوحدها. لما ارجع بقى لشيخ القبيله هلاقيه اصلا بيفصل في النزاعات سلطه قضائيه، يبقى ما كانش فيه حاجة اسمها فصل بين السلطات. الراجل كان معاه سلطة تنفيذية ومعاه سلطة قضائية كمان، بيحكم ما بين الناس. دي إجابة السؤال المحطوط، بيقول لي اثبت صحة العبارة التالية تاريخيا. لم يعرف النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية مبدأ الفصل بين السلطات. يا جماعة ميزة الفيديو أو ميزة الحصة المسجلة إن أنا أقدر أسمعها بعدد لا نهائي، عدد لا محدود، ده رقم 1. رقم 2 إن أنا أقدر لو في حتة معينة ما فهمتهاش أقدر أعيدها مرة و2. يعني في حاجه ما فهمتوهاش رجعوها شويه واعيدوها. انا كده بعيد في الحصه، يعني انتوا مش محتاجين غير انكم تشوفوها مره واحده بس، بعد كده تكرهوني، هتحفظوا كل حاجه ما تقلقوش. طيب مجلس القبيله بقى، ماله مجلس القبيله؟ مجلس القبيله يضم زعماء القبيله الكبار بقى، يعني شيخ القبيله ده البيج بوس، دول بقى المساعدين بتوعه الكبار، المشايخ بتوع القبيله، وكبار مشايخها الذين يتولون مهام شؤون القبيله، زي مهمه دار الندوه. دار الندوه دي زي مجلس النواب دلوقتي كده، دار استشاريه بيقعدوا فيها مع بعض ويتكلموا مع بعض وهكذا. ولكن يا ترى شكل العلاقة ما بين القبائل بقى؟ خلاص أنا كده اتكلمت عن قبيلة واحدة فيها شيخ قبيلة وفيها مجلس القبيلة وبيربطهم مع بعض رباط الدم والنسب والعصبية ونظام قبلي وماشيين على دستور العادات والتقاليد. كل ده كلام جميل. علاقاتهم ايه بقى مع بعض؟ والله ساعة تروح وساعة تيجي، شوية حلو وشوية وحش. يعني
الحروب كان في بينهم حروب. طب بصوا بيتخانقوا على ايه؟ قال لك بيتخانقوا على الماء والمرعى، بيتخانقوا على الاخذ بالثأر. فلان او موت فلان يبقى احنا هنوقع من قبيلته 3، فلان موت فلان من قبيله 3 من قبيله فلان يبقى احنا هنوقع من القبيله بتاعته 4، ونفضل نعد بقى الى ما لا نهايه يعني. من اشهر الحروب بتاعتها حرب اسمها حرب البسوس وحرب الفجار. البسوس وحرب الفجار. طيب الاحلاف بقى، طبعا هنلاقي معلومه اثرائيه كده الكتاب قالها لنا مشكورا يعني. حرب البسوس دي ناقه كانوا في خناقه عليها، جمل اصلا. وحرب الفجار سميت بهذا الاسم عشان هي كانت في الاشهر الحرم اللي المفروض ما يكونش فيها حروب في شبه الجزيره العربيه. ده بالنسبه للحروب. طب الاحلاف احيانا كانوا بيبقوا كويسين مع بعض. قال لي قامت القبائل العربيه في الحجاز احلافا. احلاف يعني تعاون، اتحاد ما بينهم يعني. اشهر حلف اسمه حلف الفضول، ده حضره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي حلف تعهدت فيه قبائل مكة على أن تكون يدا واحدة مع المظلوم على الظالم أو ضد الظالم. إذا تكون يدا واحدة يتعاونوا مع بعض، وألا يخذل بعضهم بعضا. وقد شهد محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف قبل البعثة. وده سؤال بيقول لي أكد حلف الفضول الذي أقامته قبائل مكة قبل الإسلام على إظهار قيمة إيه؟ طبعا قيمة التعاون ما بينهم، دي الإجابة. نظام شبه الملكي، خلاص انا كده عرفت النظام القبلي بقصته بالخناقات ما بينهم بالحروب بالاحلاف. عايز اروح بقى على النظام شبه الملكي. نظام شبه الملكي قال لي هو نظام وراثي، يعني يموت الملك او شبيه الملك بقى و يجي مكانه على طول اللي بيحكم. نظام وراثي يعني. وشبه ملكي قام في اليمن والغساسنة والحيرة، يعني قام في الممالك اللي في الجنوب والممالك اللي في الشمال، بسبب تأثر بعض هذه الممالك بالنظام السياسي للفرس والروم. من جور السعيد يسعد، يعني ايه؟ عفوا، هم جنب المدن او جنب الممالك الكبيرة فبقوا زيهم يعني. طيب عناصر النظام شبه الملكي بقى في شوية اختلاف يعني. انا عندي هنا 5 عناصر وسهلين يعني. رقم 1 الملك. ماله؟ ده البيج بوس، يتولى إدارة شؤون البلاد، حماية حدودها، إعلان الحروب، حفظ الأمن، كل ده بيقوم بيه الملك. وسهل قوي إن أنا في الامتحان أتذكر المهام بتاعة الملك إيه. كبار الموظفين مساعدين، بيساعدوا الملك في شؤون البلاد، حلوة دي. حكام الأقاليم بيحكموا الأقاليم نيابة عن الملك، زي محافظ القاهرة، محافظ اسكندرية وهكذا، وكل واحد منهم اسمه كبير يا كبير، هي دي بقى خدناها منهم يعني. مجلس عام ده يتبع الملك، تابع للملك. طب المجلس العام ده بيتكون من ايه؟ المجلس استشاري، يعني بيقعد مع الملك كده ويسمعوا رأي بعض. يتكون من كبار الأثرياء، ودي طبقية عنصرية انه لازم يبقى من الأثرياء، خلي بالكم عشان دي برضو فكرة سؤال. يتكون من الموظفين في الدولة طبعا، ويتكون من الكهنة، يعني من صفوة المجتمع. رقم 5 وآخر حاجة هو الجيش. وطبعا الجيش عبارة عن فرق عسكرية هي اللي بتدافع، الجيش جنود. يبقى دول ال5 عناصر. معلش نجيب ال5 عناصر مرة تانية. الملك، وده يحفظ الأمن ويحمي البلاد ويحكمها. بعد كده كبار الموظفين، ودول مساعدين الملك. بعد كده حكام الأقاليم، ودول نواب الملك في الأقاليم، وكل واحد فيهم بيسمى كبير. بعد كده رقم 4 مجلس عام، ده بيتبع الملك، وفيه شوية عنصرية شوية أو تفرقة عنصرية، إن هو لازم الأغنياء أو موظفين أو كهنة. وآخر حاجة خالص الجيش، اللي هو فرق عسكرية عشان تدافع عن البلاد. تعالوا نشوف السؤال. بيقول اختر ظهر مبدأ تفويض السلطة في الممالك العربية قبل الإسلام من خلال السلطات الممنوحة لمين؟ طبعا لحكام الأقاليم، لأن الملك فوض حاكم الإقليم إن هو يبقى مكانه في الإقليم ده، يحكم بدلا منه في الإقليم ده يعني. وبكده يكون الحياة السياسية خلصت. تلخيص الحياة السياسية: الحياة السياسية إما نظام قبلي بيتكون من شيخ قبيلة أو زعماء القبيلة، بينهم حروب وأحلاف، حرب البسوس، حرب الفجار، والأحلاف زي حلف الفضول. بعد كده النظام الشبه الملكي، وده نظام من جور السعيد يسعد. تأثرت الممالك التي جاورت الفرس والروم بنظام شبه الملكي. والخمس عناصر اللي احنا لسه قايلينهم بدلا من ان احنا نكررهم مرة تانية يعني. طيب حلو الكلام. الحياة الدينية بقى، والله الحياة الدينية انا كان عندي خلطبيطة بالصلصة يعني. شوية اديان، في باكج اديان كده كبير يعني. عندي ديانات سماوية، ومش هينفع اقول ديانات وضعية، اسمها عبادات وضعية، لانها مش ديانة، دي من التاتش بتاع البشر يعني. طيب لم يكن للعرب ديانة او عبادة واحدة قبل الاسلام، بل اعتنقت الغالبية منهم عبادات وضعية، وامن القليل منهم بديانات سماوية. خلينا نعرف ايه الديانات السماوية اللي قليل من العرب امنوا بيها.
أول حاجة الحنيفية نسبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، عرفت في مكة، لذلك عرف أهلها التوحيد وظلت طائفة منهم على الحنيفية حتى ظهور الإسلام. يعني أهل مكة عرفوا التوحيد قبل ظهور الإسلام. التوحيد يعني في إله واحد بس، وهي دي الديانة الحنيفية اللي جه بيها سيدنا إبراهيم. إذن الحنيفية هكتب جنبها هنا إيه؟ مكة فقط لا غير. طيب اليهودية دي ديانة سيدنا موسى عليه السلام، وانتشرت. هنلاقي بقى يهود خيبر، بنسمع احنا الكلام ده قوي، يهود يثرب، وفي حمير باليمن. خيبر ويثرب وحمير، خيبر ويثرب وحمير. حلو، دي ديانة سيدنا موسى. خلي بالكم عشان الأماكن دي بيجي عليها أسئلة. طب المسيحية اللي هي النصرانية بقى، ديانة سيدنا عيسى، أكيد هتكون موجودة في بلاد الشام، هتكون موجودة في دولة الغساسنة مثلا، لأن سيدنا موسى ده استنتاج يعني. سيدنا موسى كان موجود فين؟ في بلاد الشام، ولد في بلاد الشام. انتشرت بين عرب الغساسنة بالشام والحيرة بالعراق وفي أجزاء من اليمن. يعني بدأت بالشام، بعد كده راحت الحيرة، راحت اليمن. خلي بالكم المسيحية نقدر نقول كده بين قوسين هي تخصص ايه؟ تخصص ممالك، موجودة في الممالك بس. الحيرة في العراق مملكة، الغساسنة بالشام مملكة، أجزاء من اليمن برضو اليمن كلها كانت ممالك. طيب هو بيقول لي مثلت الخصائص العقائدية عامل مشترك بين مين ومين؟ الحيرة والغساسنة، ولا الغساسنة ومكة، ولا مكة وحمير، ولا يثرب والحيرة؟ هو بيقول لي مثلت الخصائص العقائدية عامل مشترك ما بين مين ومين؟ مين شبه بعض؟ تعالوا نشوف كده. الحيرة والغساسنة خصائصية عقائدية عامل مشترك، الاتنين مسيحيين، يبقى الحيرة والغساسنة هي الإجابة ألف. العبادات الوضعية من وضع الإنسان، التاتش الإنسان، قال لك للأسف دي اعتنقها غالبية العرب. يبقى قلة من العرب هم اللي اهتموا بالأمور الدينية وغالبية بالعبادات السماوية، وغالبية العرب هم اللي اهتموا أو اللي آمنوا بالعبادات الوضعية. طبعا العبادات الوضعية حدث ولا حرج كتير بقى. هتلاقي الوثنية اللي هي عبادة الأصنام، هبل واللات والعزى ومناه، بل إن كل قبيلة كان لها الإله بتاعها يعني والعياذ بالله، وأقامت لها المعابد وقدمت لها القرابين. هنروح عند السابقة اللي هي عبادة النجوم والكواكب، ودي جات لنا من الرقة وحران بالشام وفي اليمن. وعندي كمان المجوسية عبادة النار اللي هي خدناها من بلاد الفرس، وهم كانوا مؤمنين بقى كده بالإيه، بكابتن ماجد، او بيتفرجوا عليه الخير والشر والمنافسه دي كلها، فقال لك كان عندهم الهين، واحد للخير وواحد للشر، يعني بيسالوا نفسهم يعني ويحاربوا بعض وكده بقى. وانتشرت في شرق شبه الجزيره العربيه نقلا عن بلاد الفرس. ده بالنسبه للاديان. يبقى انا عندي المختصر المفيد كده، عندي ديانات، اما ديانات سماويه او عبادات وضعيه. الديانات السماويه قلنا الحنيفيه انتشرت في مكه، واليهودية اللي كانت في خيبر وكانت في يثرب وكانت في مناطق في اليمن، واخر حاجة الديانة المسيحية او النصرانية اللي كانت موجودة في الغساسنة والحيرة وفي الممالك، كان تخصص ممالك زي ما قلنا واجزاء من اليمن يعني. تعال بقى نشوف الحياة الاقتصادية. ايه بقى الحياة الاقتصادية دي؟ وانا براجع ما راجعتش على السابقة عبادة الكواكب والنجوم اللي انتشرت في الرقة وحران وفي اماكن من اليمن، وما رجعتش كمان على الاصنام اللي كل قبيلة لها صنم، هبل واللات والعزى ومناه، والمجوسية اللي هي كانت عبادة النار اللي خدناها من وإله الخير والشر اللي خدناها من بلاد الفرس. الحياة الاقتصادية بقى، اقتصاد يعني فلوس، وفلوس يعني زراعة صناعة تجارة. بس لما أنا أتكلم عن العرب هضيف حاجة واحدة بس للزراعة والصناعة والتجارة، وهي الرعي. ليه؟ يا عم أنا بتكلم عن ناس من شبه الجزيرة العربية، يعني صحراء، فأكيد عندهم رعي، صح؟ صح. طيب الرعي قال لي ده كانت الحرفة السائدة، يبقى النظام السياسي السائد القبلي. النظام الاقتصادي او الحرفة الاقتصادية السائدة الرعي. حلو. حيث تغلب عليها الطبيعة الصحراوية صحراء، وقد انتشرت بها تربية الإبل والأغنام والماعز. ماشي. طبعا هو هنا سؤال بيقول لي انتشرت حرفة الراعي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام لأسباب اجتماعية، جيولوجية، مناخية ولا سياسية؟ طبعا جيولوجية مش مناخية. جيولوجية لأن هي الطبيعة الصحراوية يعني أرض، يعني طبيعة الأرض بتاعتهم يعني. الزراعة اقتصرت في شبه الجزيرة العربية على أكيد الزراعة هتكون موجودة في الأماكن اللي فيها تربة خصبة، فيها مية، فيها ينابيع مية، آبار كده يعني. الأجزاء الشمالية في بادية الشام دي فيها أنهار أصلا. الأجزاء الجنوبية في بلاد اليمن انهيار سد مأرب والأمطار اللي بتنزل عندهم في مياه عذبة. مناطق الآبار والعيون في الوسط والأطراف.
يبقى هي موجودة في نفس الأماكن اللي فيها الممالك، ما تتلخبطش. الزراعة موجودة في نفس الأماكن اللي فيها الممالك، فوق خالص في الممالك اللي في الشام، تحت خالص في الممالك اللي في الجنوب، في الوسط في المدن اللي فيها آبار وعيون زي مكة ويثرب وغيرها. طيب ده بالنسبة للزراعة. عندي كمان من أهم المحاصيل التمر، طبعا يعني تمر سعودي، هو ده أكتر حاجة بتبقى موجودة في رمضان يعني، التمر والخضروات. طيب الصناعة بقى، الصناعة ما كانتش كويسة لأن هم ما كانش عندهم المواد الأولية. المواد الأولية هي المواد الخام، كانت حرفة محدودة لقلة المواد الأولية. الصناعة ما كانتش أحسن حاجة عند العرب. طبعا هيصنعوا بقى الحاجات اللي هيرازوا بعض بيها، اللي يتخانقوا مع بعض بيها، السيوف والرماح وأواني الفخار، الحلي، أدوات الزينة من اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي. يبقى كان في نشاط بحري أهو موجود هناك، وده برضو ممكن يجي لي سؤال يذكر فيه المصطلح بتاع أو الكلمة بتاعة نشاط بحري. طيب التجارة، بصوا يا جماعة، احنا بنتكلم عن مكة ويثرب، بنتكلم على طريق القوافل، بنتكلم على اليمن ووجودها على سواحل البحر الأحمر، بنتكلم على بلاد الشام اللي كانت التجارة بتاعتها رهيبة. فاحنا بنتكلم على أماكن تجارية قوية جدا جدا. فاحنا عايزين نعرف ايه سبب ان التجارة ازدهرت في منطقة شبه الجزيرة العربية أصلا. تعالوا نشوف. رقم 1، الطرق الممهدة ومعرفة العرب بدروبها. يعني ايه؟ يعني العرب عارفين الطرق كويس، الدروب يعني الطرق، ازاي يتحرك من هنا لهنا، فالطريق كويس تعرف تمشي فيه، وكمان العرب عارفين الاماكن. 2، معرفة العرب مواقع الكواكب والنجوم للاهتداء بها في البر والبحر، يعني كأن البوصلة بتاعته الكواكب والنجوم، يعرف النجم ده، يعرف الكوكب ده. وطبعا سؤال بيدور في ذهني انا شخصيا، هم زمان كانت السما صافية لدرجة ان هم يشوفوا النجوم والكواكب؟ انا قرأت كده. 3، الموقع الجغرافي المتوسط لشبه الجزيرة العربية، فهي حلقة التواصل بين الشرق والغرب. شبه الجزيرة العربية في النص، تروح الشرق بقى عند آسيا والهند والأماكن دي، وتروح الغرب هتلاقي بقى من أول مصر بقى أفريقيا، وانت طالع بقى عدي البحر المتوسط تروح بقى على روما وعلى غرب أوروبا. طيب قال لي بقى طرق التجارة تعددت في شبه الجزيرة العربية. ليه؟ عشان البحر الأحمر زي ما قلت، الخليج العربي وبحر العرب، عشان ليها نشاط تجاري كبير مع أفريقيا والجزر الآسيوية وأوروبا، مع فارس وهند وشرق آسيا. مهم جدا جدا الحتة دي بتاعة امتلاك اليمن أسطول تجاري. انت محتاج عشان تتاجر وتروح من هنا يكون معاك أسطول، يكون معاك سفن ينقل البضائع القادمة إليها من موانئ الهند، الصومال، خلي بالكم في حتة الهند دي، والحبشة، إلى موانئ الشام ومصر، ومنها إلى أوروبا. شهرة مكة التجارية، وطبعا عرفنا شهرتها ايه بسبب موقعها والأسواق بتاعتها ورحلات الشتاء والصيف. استخدام العرب العملة في معاملاتهم التجارية، اللي هي الدنانير، الذهب اللي واخدينها من الإمبراطورية الرومانية، أو الفضة اللي واخدينها الدرهم الفضي من الفارسية، مع استخدام المقايضة. طبعا المقايضة هو المبادلة أو تبادل سلع بسلع أخرى. احنا ما كانش عندنا مقايضة بس، كان عندنا كمان بنستخدم العملة، وده كان بيسهل التجارة جدا. طيب هنا بقى طبعا جايب طرق التجارة في شبه الجزيرة العربية. هنلاقي بقى هنا اليمن والأسطول بتاعها اللي بيجوب البحار شرقا وغربا. هلاقي كمان اللفة الكبيرة اللفة اللي هنا بتاعت انك تروح بلاد الشرق وترجع تاني. شبكات التجارة اللي موجودة هنا ما بين مكة ويثرب والشام والحيرة فوق. بعد كده التجارة تطلع بقى البحر الأحمر، تخش مصر، بعد كده تطلع تاني على البحر المتوسط وتروح غرب أوروبا، وهكذا. دي الشبكة التجارية. طيب الحياة الفكرية والعلمية، أحسن حاجة كنا فيها في العرب الأدب، الشعر. يا جماعة الراجل كان ينام كده يصحى متضايق من مراته، يخبطها بيتين شعر يخلص عليها. متضايق من ابنه عشان ما بيذاكرش، طبعا أنا بهزر يعني، بدي مثال يعني. يهجو ابنه، يمسكه كده ويقطعه في بيتين شعر، يخلي الواد ينتحر، يقطع شرايينه. كانوا شاطرين جدا جدا في الشعر. قال لي الأدب اشتهر العرب بالشعر والخطابة، فلم تكن الأسواق للتجارة فقط، بل كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء. بصوا الثقافة عاملة ازاي. السوق مش بيع وشراء بس، سوق انك هتروح وهنقف مع بعض، انت هتقول بيت شعر وانا هقول بيت شعر، لغايه دلوقتي زي الراب بقى كده، يقفوا قدام بعض ويعملوا ديس ضد بعض يعني. طيب من اشهر شعراء العرب النابغة الذبياني. تعال نشوف بقى سؤال بيقول لي: لعبت الاسواق عند العرب قبل الاسلام دورا سياسيا اقتصاديا؟ لا، اقتصاديا وثقافيا، سياسيا واجتماعيا، عسكريا واقتصاديا. طبعا اقتصاديا السوق لازم يلعب دور اقتصادي والا هيتقفل.
بيع وشراء. وثقافي طبعا عشان الادب والشعر اللي احنا قلناه، انما هو مش سياسي واقتصادي ولا اجتماعي ولا عسكري، هو اقتصاديا وثقافيا. العلوم، هل في علوم اشتهرت عند بلاد العرب؟ نعم. زي ايه؟ زي علم الطب، برضو احنا متأثرين بحضارتي الفرس والروم. زي علم الطب، عرفنا الطب او عرفنا الاعشاب الطبيعية بقى كده والخلطات اللي بتتعمل. ومن اشهر الاطباء الحارث بن كلد الثقفي الذي لقب بطبيب العرب، وده كان في عهد النبوة. الفلك، عرفنا مواقع النجوم والكواكب، احنا لسه قايلين من شوية فوق ان احنا كنا مشهورين بالتجارة بتاعتنا عشان عارفين مواقع النجوم والكواكب. الانواء اللي بتجيلنا على الموبايل، ستمطر بعد ساعة، ستمطر بعد ساعتين، ستمطر غدا، وقوة الرياح، سرعة الرياح كمان، كل ده العرب كانوا عارفينه. الهندسة طبعا حدث ولا حرج، احنا كنا عاملين سد مأرب، هو انهار بس احنا اللي عملناه. وشق الطرق في الجبال لربط القرى والمدن ببعضها. طيب هنا بيسألني سؤال بيقول لي تعددت الأعمال الهندسية عند العرب قبل الإسلام، ومن أقدمها التي ظهرت في اليمن. طبعا أعمال هندسية سد مأرب اللي كان في مملكة سبأ اللي موجودة فين؟ في اليمن. طيب الفنون والعمارة، هل كان عندنا فنون وعمارة كويسة؟ أكيد. إيه يا عم بقى الفنون والعمارة؟ كان عندنا نحت، كان عندنا قلاع وحصون، معابد وأديرة، قصور. عايزين نخلي بالنا بقى من الحته دي، لان الحته دي مليانه اسامي، فاهم؟ تحس انها شائكه شويه كده، لكن احنا يا جماعه مش حفيظه، مش هنفضل نحفظ، احنا بس نحل كتير على الاسئله دي وكل المعلومات هتثبت. وانا كده كده زي ما قلت لكم هنزل لكم شرح وهنزل لكم حل اسئله. يعني لو في حد بيتفرج عليا ووصل للمرحله دي، خلي عندك دم بقى، وخلي عندك دم كده، وانزل اعمل سبسكرايب في القناه عشان ما يفوتكش حصه. ايه تحضر كل ده وتمشي تسيبني؟ تاريخ قوي صحيح. طيب النحت تأثر العرب في فن النحت بالحضارات المجاورة، وكان أشهرها مدينة اسمها مدينة الحجر، محدش يقول الحجر، بدولة الأنباط، وهي ديار ثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذين كانوا ينحتون الجبال أو ينحتون البيوت في الجبال. يعني العرب كان عندهم نحت ومتأثرين بالحضارات اللي جنبهم برضو. العرب عمالين يتأثروا بس بالحضارات اللي جنبهم. القلاع والحصون، عندي قلعة اسمها قلعة القسطل في الغساسنة، وقلعة أو حصن بتبنيه عشان يحميك، حصن. المعابد والأديرة، زي معبد الشمس باليمن، دير هند بنت النعمان بالحيرة، كنيسة الرصافة بالغساسنة. يعني أنا بعدي على الأسامي بسرعة عشان وقت الحصة ما يطولش أكتر من كده يعني. القصور كانت تبنى للملوك والأمراء، زي قصر غمدان في صنعاء، قصر خوارنك في الحيرة، وقصر المشتى في الغساسنة. طيب هو بيقول لي عرف العرب بناء القصور في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام في المناطق الإيه؟ الجنوبية والغربية، ولا الغربية والشرقية، ولا الشمالية والجنوبية، ولا الشمالية والشرقية؟ طيب صنعاء في الجنوب في اليمن، خوارنك في الحيرة في الشمال، يبقى أنا عندي كده جنوب وشمال. المشتى في الغساسنة شمال، يبقى جنوب وشمال. فين الجنوب والشمال؟ أهو الشمال والجنوب. شكرا، الإجابة ج. آخر حاجة بقى عندنا هي الحياة الاجتماعية. دي آخر حاجة صح؟ أنا متأكد إن شاء الله إن هي آخر حاجة. المرأة بنختم بيها على طول. الحياة الاجتماعية. بصوا يا جماعة، الحياة الاجتماعية بيقول لي كان سكان شبه الجزيرة العربية يا إما بدو يا إما حضر. بدو أو حضر. بدو طبعا حياة التنقل والترحال، والحضر اللي هم الممالك والقصور اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. طيب طبقات المجتمع اتقسمت، متأثرة بإيه؟ متأثرة بالحالة الاقتصادية، معاك فلوس ولا لأ، بالمكانة الاجتماعية، بالأصل الذي ينتمي إليه أصحاب كل طبقة. يعني إيه؟ يعني خلينا نقول إن أكيد البدو عايشين طبيعة حياة غير الطبيعة اللي عايشها أهل الحضر. يعني مثلا البدو، قال لي أهل البدو عايشين في الخيام أو البيوت التي بنيت من الطين وجذوع النخل. طين وجذوع نخل، يعني حاجة بسيطة جدا يعني. طب أهل الحضر بيوتا من الحجارة ذات طوابق متعددة، كذا دور، في فرق كبير ما بين الاتنين. طيب تعال نشوف بقى الشكل التالي بيوضح طبقات المجتمع. والله عندي طبقة عليا، طبقة وسطى، طبقة دنيا. همسك الطبقة العليا، قال لي الأغنياء، الأحرار الأغنياء، شرط تكون حر ما يكونش عبد، وطبقة عليا. أغنياء من التجار وأصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة والمراعي الواسعة. طب لو الأراضي الزراعية صغرت شوية هيبقى طبقة وسطى. تعالوا نشوف الطبقة الوسطى، صغار التجار، ملاك الأراضي الزراعية المحدودة، وأصحاب الحرف اللي في إيده صنعة يعني. طبقة الدنيا بقى، عامة الشعب، الفقراء، الموالي اللي هم الأتباع، تابع لحد يعني، والعبيد، دول الطبقة الدنيا اللي هم السواد الأعظم أو غالبية المجتمع.
ماشي. بيقول لي تشابهت كل من الطبقة العليا والطبقة الوسطى بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام في المكانة المتميزة، العمل بالنشاط التجاري، السيطرة على الحرف الصناعية، ولا وجود عناصر غير عربية. طبعا باء، العمل بالنشاط التجاري. هنا عندي كبار التجار وهنا عندي صغار التجار، فالاتنين بيعملوا نفس الحاجة. العادات والتقاليد، برضه هرجع واقول لك ساعة تروح وساعة تيجي. العادات والتقاليد عندهم حاجات حلوة العرب، وعندهم حاجات اوحش من الوحشة نفسها. تجيب الوحشة كده، دي اوحش منها بقى. اتسم العرب بتباين، تباين يعني اختلاف، تضاد عاداتهم، فقد حملت في طياتها العديد من العادات الإيجابية والسلبية. طيب، التي ارتبطت بالمعتقدات الدينية الخطأ، حيث كانوا يؤمنون بالسحر والتنجيم وقدرة القوى الخفية من الجن على جلب الخير وإبعاد الشر. ماشي. العادات السلبية بقى، تعال نروح بقى العادات السلبية: شرب الخمر، لعب الميسر، العصبية القبلية، الإغارة على طرق القوى. عصبية قبلية يعني أنا قبيلتي بس هي اللي بتفهم وأي قبيلة تانية وحشة، أنا بس حلو في القبيلة وأي حد تاني وحش. الأخذ بالثأر، وأد البنات عند بعض القبائل، مش كل القبائل. قريش كانت بتوئد بنات. من العادات الإيجابية: الكرم، الوفاء بالعهد، الشجاعة، العفو، رفض الذل. كل دي طبعا عادات إيجابية كانت موجودة عند العرب. عشان نروح بقى عند المرأة، نصف المجتمع، ونشوف كده المرأة ودورها في المجتمع. واضح من الصورة اللي قدامي كده المرأة العربية ماسكة خيوط في ايديها وعمالة تغزل، فأكيد وأنا بقرأ هلاقي قدامي حتة بتتكلم عن المرأة في دورها في الغزل، دور اقتصادي يعني أو اجتماعي. قال لي عملت بغزل صوف الغنم وأوبار الإبل، ده دور اجتماعي. شاركت أحيانا، والله الغزل برضو بتاع صوف الغنم وأوبار الإبل ينفع اقتصادي. شاركت أحيانا في المعارك، فكانت تضمد الجرحى وتسقي المحاربين وتقرع تطبل طبول الحرب للحث على القتال، وده دور عسكري. حظيت بعض النساء بمكانة عالية في المجتمع العربي قبل الإسلام زي الملكة بلقيس والملكة زنوبيا، ده دور سياسي، ملكات. وعندي دور اقتصادي بقى واضح جدا، دور السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مارست التجارة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية معرفته بالسيدة خديجة كان يقوم بتجارتها يعني أو يرعى تجارتها، وده دور اقتصادي. إذا المرأة كان لها أدوار. لو قال لي دلل ظهرت المرأة في المجتمعات العربية قبل الإسلام وكان لها أدوار عديدة، ممكن أقول له بقى الدور الاجتماعي بتاع الغزل، ممكن أقول الدور السياسي بتاع بلقيس وزنوبيا، ممكن أقول الدور العسكري تضميد الجرحى في القتال وقرع طبول الحرب لحث الجنود على القتال، وآخر حاجة خالص ممكن أقول الدور الاقتصادي بتاع السيدة خديجة. اختر ظهر أكبر دور سياسي، حط لي خط تحت كلمة سياسي، لعبته المرأة قبل الإسلام بشبه الجزيرة العربية في الوسط والشرق، ولا الشرق والغرب، ولا الغرب والجنوب، ولا الجنوب والشمال. يا عم بقى احنا قلنا بلقيس ملكة سبأ وزنوبيا ملكة تدمر في فوق في الشام، وسبأ في الجنوب، برضو الجنوب والشمال، الملكات في الجنوب والشمال. وإلى هنا نصل إلى النهاية بتاعة حصة النهاردة. طبعا بعتذر احنا داخلين على ساعة اهو، او عدينا ساعة يعني، لكن الدرس دسم فيه معلومات كتير، فكنت محتاج اوضح كل حاجة بالراحة كده. مفيش مشكلة انك تشوف المحاضرة مرة واتنين، دي فايدة الحصص المسجلة يعني.